تتواجد حظوظ المنتخب الجزائري لكرة اليد حاليا في مرحلة حاسمة، حيث يخوض الخضر غمار بطولة كأس إفريقيا 2026 المقامة في رواندا من 21 إلى 31 من يناير، وهي البطولة المؤهلة مباشرة إلى بطولة العالم 2027 في ألمانيا. فنتائج الدور الأول من البطولة الإفريقية 2026: لعب المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الأولى، وقد شهدت بدايته تذبذبا في الأداء، حيث خسر أول مباراة أمام نيجيريا بنتيجة 25 مقابل 23. أما المباراة الثانية فكان فوز عريض ومستحق على المضيف رواندا بنتيجة 46 مقابل 25 هدفا، وهو الفوز الذي أعاد الآمال بقوة. أما المباراة الثالثة فقد فاز بها للتو على منتخب زامبيا بنتيجة 37 هدفا مقابل 21، وبالتالي ضمنه التأهل للدور الرئيسي. نشهد أيضا شروط التأهل إلى مونديال 2027، حيث تمنح القارة الإفريقية 5 مقاعد فقط للتأهل إلى بطولة العالم 2027. هذا يعني أن الجزائر تحتاج إلى الوصول إلى النصف النهائي، يضمن ذلك التأهل المباشر لأن أول 4 منتخبات تتأهل تلقائيا، أو المركز الخامس في حالة الإقصاء من ربع النهائي. حظوظ الجزائر في التأهل للمونديال تظل مرتفعة جدا، فحتى لو تعثر في الوصول للنهائي فإنه يبقى من أقوى المرشحين لحجز أحد المقاعد ال5 الأولى إفريقيا. على الرغم من فوز السنغال باللقب، لم ينشر الفيفا والكاف أي رسالة تهنئة رسمية على حساباتهما الرسمية حتى الآن، وقد أثار هذا استغراب الجماهير والمتابعين لكرة القدم، وهو أمر غير معتاد بعد بطولات كبرى. بدلا من التهاني، أصدرت الهيئتان بيانات تتعلق بالأحداث التحكيمية والسلوكات في النهائي أو بالإجراءات المحتملة. التركيز الإعلامي على الجانب السلوكي وليس على النتيجة فقط، فالكثير من التغطية الصحفية ركزت ليس فقط على النتيجة بل على التوتر، الاحتجاجات، تراجع الاحتفال الرسمي، وتصريحات المنتقدين، ما خلق صورة مختلفة للصورة التقليدية بعد التتويج. فالسبب هو الرئيسي في عدم صدور تهنئة سريعة ومباشرة من الفيفا والكاف بعد فوز السنغال بكأس إفريقيا 2025 حتى الآن يعود ليس لأن اللقب غير حقيقي، بل لأن نهائي البطولة شابه الكثير من الجدل والسلوكيات غير الاعتيادية التي جعلت الاتحادات تمنح أولوية أولا للنظر في الأحداث والانضباط قبل إصدار تهنئة رسمية.